مرحبا واهلا وسهلا فيكم في الكورس اللغة الإسبانية. أنا اسمي أنطونيو ماسين وأنا 16 سنة. أنا بعيش في المكسيك، أنا مكسيكي. أنا أبويا وأمي مكسيكيين كمان، ولكن أنا بقدر أتكلم اللغة العربية شوي. علشان أنا بدرسها. ودلوقتي بتكلم باللهجة المصرية علشان عايز استعمل لهجة اللي بيفهموا كل العرب في كل العالم العربي. انا عايز اتكلم انا عايز انا بعرف اتكلم اللهجة اللبنانية كمان، لكن انا معرفش لو كلكم بتفهموا اللهجة اللبنانية. لو فهمتوا انتوا لو فهمتوا كلكم اللهجة اللبنانية، بليز كتبوا لي كومنت تحت، علشان انا بقدر اتكلم احسن اللبناني من المصري. ولكن اولا عايز استعمل المصري علشان انا بعرف ان كل العرب في كل العالم العربي بيفهموا كويس اوي عليها. ولو في كتير منكم يلي 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 بيفهموا اللهجة اللبنانية كويس اوي، كتير منيح. اولا انا عايز اقولكم انا بحب قوي كل العالم العربي. انا بحب قوي اللغة العربية، انا بحب قوي اللغة العربية الفصحى. انا بحب قوي اللهجة اللبنانية، اللهجة المصرية وكل اللهجات. انا بحب قوي كل يعني الثقافة، كل الكولتشر العربية. وانا عايز اعمل الفيديوهات دول علشان انا بعتقد ان ما فيش حاجات كتيرة لتعليم اللغة الاسبانية باللغة العربية، يعني للعرب على الانترنت. ما اعرفش لو معايا حق، علشان انا مش عربي ولا عشان انا مش عايز اتعلم اللغة الاسبانية. وعشان كده انا يعني ما اعرفش كويس اوي لو كان في او ما فيش. انا عايز اعمل ده كمان علشان انا عندي رفيق من سوريا، هو عايز يتعلم اللغة الاسبانية، وهو اسمه احمد، هو من حلب. مرحبا مرحبا احمد، شلونك؟ وكمان علشان يعني ما اعرفش اذا كلكم بتعرفوا مين مها جوبي. مها learn Arabic with مها. مها بنت فلسطينية، هي بتعيش في إيطاليا. هي متزوجة، وهي معلمة. هي معلمة اللغة العربية على الإنترنت وفي إيطاليا. وأنا بعرف هي عايزة تتعلم لغات كتيرة. وعشان كده أنا عايز أساعدها، علشان أنا بعتقد إنه هي بتساعد ناس كتيرة في كل الدنيا باللغة العبرية، باللغة العربية، اللغة الإنجليزية وكتير لغات. وأنا كمان عايز أساعدها. إن شاء الله هي عايزة تتعلم اللغة الإسبانية، وإذا لا يعني ما في مشكلة، لأنه علشان في ناس كتيرة في كل العالم العربي يلي عايزين بيتعلموا اللغة دي. وإن شاء الله بتنبسطوا قوي في هذا الكورس. و... وهنا كل شيء. لو ما فهمتوش كلمة أو جملة أنا بقول، بليز كتبوا لي كومنت تحت كمان. وأنا ريح كتير كتير قوي. إيه، و... وأنا هساعدكم إن شاء الله. إذا النهاردة هعمل الدرس الأول للغة الإسبانية. آه، وهنبلش يعني هنبدأ مع الأبجدية الإسبانية. كمان بعتقد إنه مهم أوي إنكو
تعرفوا اني مكسيكي وانا بتكلم اللغة الاسبانية بلفظ مكسيكي ومش لفظ اسباني. على كل حال انا عايز استعمل كمان اللفظ الاسبانية في البداية، وبعدين انا هستعمل اللفظ المكسيكي بس، اوكي، لانه يعني اسهل لإلي. وان شاء الله بتنبسطوا كتير، ويلا بنبلش. اذا اللغة الاسبانية، الابجدية الاسبانية عندها 26 حرف 26 حرف، وهما يعني ما بعرف. بنبلش مع A second letter، الحرف الثاني B بعدين C الحرف ده يعني عنده لفظين. في اسبانيا هما بيقولوا ث، ونحن في المكسيك بنقول س، وفي كل لاتين امريكا وكل حاجة يعني. بس في اسبانيا هنا بيقولوا ث، وهنا نحن بنقول س. بعدين د E F G الحرف ده كمان عنده لفظين. في اسبانيا بيقولوا خ، وهنا في المكسيك بنقول خ. مش كتير قوي في اسبانيا، كتير قوي، بس هنا في المكسيك مش قوي، يعني مش كتير قوي، مش قوي بعدين H I J الحرف ده الخطة يعني زي الحرف خ. في اسبانيا بيقولوا خطة، وهنا في المكسيك بنقول خطة. مش قوي كتير بالمكسيك. K L M N الإن هي زي مثلا معرفش في العربية مش موجودة، مثل يعني ان و اي، ان نينيو اوكي. او ب Q R S T U V هذا و في زي الحرف ب باء، او كمان احيانا بنقول ف بس يعني كتير مرات انا بقول با و ب. W or W X Y and Z في المكسيك وثeta في اسبانيا. Z